صباح الورد عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. بصوا حبايبي، النهارده ان شاء الله هنعمل قرص عقيلي. قرص عقيلي دي كيكه كويتيه، او بمعنى اصح ان هم في الكويت بيعملوها زي اقراص او قرص وملفوفه بالسمسم على شكل العقال بتاعهم، فعشان كده مسمينها قرص عقيلي، يعني اقراص شبه العقال بتاعهم. وممكن كمان يكونوا بيعملوها في السعوديه، في الكويت، يعني عامه في البلاد العربيه. احنا هنا بقى في مصر مصرناها وخليناها كيكه بالسمسم، او ممكن بقى كمان نقول عليها ايه، كيكه عقيلي. يلا بقى نعمل كيكه عقيلي مع بعض. نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده، ونجيب صينيه، اي صينيه بقى انت عايزه تعملي فيها القرص العقيلي او الكيكه بتاعتنا. ندهنها دهنه زيت كويسه، ونروح دهننا كمان بالطحينه. والسمسم بتاعنا هنا يا ريت يكون محمص، هيديكي نتيجه احسن ان شاء الله. واروح بقى ركنها على جنب، واجيب المواد الجافه بتاعتنا. انا بحب اما اعمل كيكه اظبط الاول المكونات كلها، وبعد كده اشتغل في الكيكه. انا كده خلصت من الصينيه، وطبعا ممكن اي صينيه تعمليها عندك. هم عامه بيعملوها في صواني مدوره او صواني صغيره مدوره عشان تطلع شبه القرصه كده. بس زي ما قلت لكم بقى ان احنا هنا بقى مصرناها وحبينا نعملها على شكل كيكه، فحطيتها بقى في الصينيه دي. بعد كده بقى هجيب المواد الجافه بتاعتنا وهننخلها عشان ندخل فيها الهواء. احنا طبعا بنحب للكيكات ننخل الدقيق مره واثنين وثلاثه عشان يدينا نتيجه احسن ان شاء الله. احط على الدقيق معايا معلقه بيكنج باودر كبيره. بعد كده بقى بعد ما نخلت الدقيق بتاعي هنيجي للمواد السائله. المواد السائله بتاعتنا عباره عن 3 بيضات وكوبايه من السكر. والخطوه دي على فكره ممكن كمان تعمليها في الخلاط لو ما عندكيش عجان، يعني مش شرط عجان. هنضرب السكر مع البيض لحد السكر ما يدوب معانا ويديني خليط لونه ابيض، يعني كل ما يفتحي معايا الخليط هديله بقى معلقه من الخل. وبعد كده هنزل عليه بكوبايه الا ربع من الزيت. وطبعا معلقه الخل اللي معايا معلقه كبيره. وزي ما قلت لك ممكن الخطوه دي كلها ناخدها في الخلاط، يعني تضربي المواد السايله كلها في الخلاط وتنزلي بيها على المواد الجافه. بعد كده هجيب كوبايه الا ربع من اللبن، وهجيب معلقه صغيره من بودره الزعفران او بديل بودره الزعفران. طبعا هم بيعملوها بزعفران طبيعي لان هم عندهم الحاجات دي متوفره عندهم جدا، بس بالنسبه لنا احنا الزعفران عندنا غالي جدا، فاحنا هنجيب البديل ان شاء الله، بديل بودره الزعفران او بودره الزعفران نفسها، ودي بنجيبها من عند العطار. وهجيب كمان معلقه صغيره معايا من الهيل المطحون. والهيل المطحون مع بودره الزعفران دول هيدوا للكيكه بتاعتنا نكهه جميله جدا. وهو ده اللي بيفرق قرص العقيلي عن الكيكه بتاعتنا العاديه، يعني هي كده زي الكيكه بتاعتنا العاديه، بس التوابل اللي فيها هتديها نكهه عربي، هتفرق بينها وبين الكيكه بتاعتنا 180 درجه على الاقل. بجد هتديها طعم خطير جدا، هتديها طعم عربي كده جميل جدا. ان شاء الله لو جربتيها باذن الله هتعرفي الفرق بين الكيكه بتاعتنا وبين قرص العقيلي. بصراحه طعمها خطير جدا. المهم دلوقتي انا بعد ما نزلت المواد السائله وضربتها، نزلت عليها بالدقيق معلقه معلقه وبالراحه. انا بس اللي كنت هنا مسرعه الفيديو عشان الوقت ما يطولش معانا. بس بعد ما نزلت عليها الدقيق معلقه معلقه كده وبشويش، هخرجها بقى كده من العجان، وبرده هديها تقليبه لان بيبقى فيه دقيق في الاركان، فانا بقلبها تقليبه كويسه عشان اي دقيق في الاركان المه معايا في الخليط. بعد كده بقى صبها في الصينيه اللي احنا طبعا مبطنينها بالسمسم والطحينه. وطبعا الصينيه هنا على حسب ما انت عايزه، يعني لو عايزه الكيكه عاليه يبقى هاتي مقاس 26 او 28. لو عايزه الكيكه بتاعتك ما تبقاش عاليه ممكن صينيه مقاس 30 او 32 كمان. انا الصينيه بتاعتي دي مقاس 28 بس طالع الارتفاع بتاعها كويس جدا. دخلتها بقى على فرن، طبعا بعد ما بتخبطيها خبطتين دخلتها على فرن درجه حراره 180 لمده تلت ساعه. وبعد التلت ساعه نزلت درجه الحراره ل 160 عشان زي ما انتم شايفين الصينيه عاليه، لو دخلتها على نار عاليه هتستوي من بره وقلبها يبقى لسه عجين. وخدت لها في الفرن سوا ساعه وربع، لان انا زي ما قلت لكم كنت مخليها على درجه 160. سيبيها تستوي براحتها، ولازم تختبريها قبل ما تخرجيها من الفرن. بس زي ما انتم شايفين طريان الكيكه وهشاشنها، الكيكه بجد هشه جدا وطريه جدا فوق ما تتخيلوا. وكمان التوابل اللي فيها مديانه نكهه عربي بجد خطيره، طعمها خطير جدا. مش عايزه جنبها بقى غير شويه قهوه عربي من اللي كانوا بيشربوها لنا في السعوديه، ويبقى كده بقى احنا سافرنا الخليج واحنا قاعدين في البيت. بعد كده بقى دي خطوه اختياريه، عايزه تعمليها تعمليها، مش عايزه تعمليها مش هتفرق كتير. تجيبي شويه حليب مكثف وترشي على الكيكه من فوق. مش عايزه تحطي حليب مكثف مش مشكله، هي الكيكه اساسا طريقه زي ما انت شايفه الكيكه زبده كده، زبده ماشيه بالسكينه فيها زبده. يعني عايزه تحطي لها حليب مكثف حطي لها، مش عايزه تحطي لها مفيش مشكله خالص. وهي كمان مش مستاهله حليب مكثف، هي طعمه ولذيذه وطريه جدا من غير اي حاجه. انا حطيت على نصها حليب مكثف وسبت النص التاني فاضي.
اللي عاجبه ياكل كده ياكل، واللي عاجبه ياكل كده ياكل. وبصراحة النصين اجمل من بعض، بس انا دايما بحب اعمل حساب اللي حواليا. يعني ممكن حد يعجبه كده وممكن حد ما يعجبوش، لان لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع. فانا بحب اعمل الخيارين اللي معايا دايما على طول. بس الكيكه دي هايله وهشه جدا زي الكيك بتاع التورت بالظبط، وطعمها خطير جدا زي ما قلت لكم، فيها النكهه العربي الجميله. جربوها ان شاء الله وعلى ضمانتي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدخلوا قناتي، تعملوا لي لايك وتعملوا لي اشتراك، وبالهنا والشفا. صباحكم فل.